ازيكم يا حلوين؟ القرص الطرية من ألذ الوصفات في الشتاء، بتبقى حلوة قوي مع كوباية الشاي. هعملها لكم النهاردة بالطريقة الأصلية الفلاحي، وهسهلها عليكم جدا وهتتعمل بمنتهى السهولة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتدوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بنزله. ويلا نبدأ. أول حاجة هحتاجها نص كيلو من الدقيق، والدقيق هنا بيكون جميع الأغراض أو المخبوزات عشان سطح القرص يطلع ناعم معاكي. بعد كده حط عليهم معلقة كبيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من اللبن البودرة اختيارية بس بتدي طعم حلو جدا للقرص، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وللمنكهات هحتاج معلقة كبيرة من الشمر الحب ومعلقة كبيرة من اليانسون الحب، وممكن تشيليهم من الوصفة عادي. هقلب بقى المكونات الجافة دي مع بعض وهسيبها على جنب. في الوقت ده هجيب طاسة أو حلة هحط فيها نص كوباية من الزيت النباتي ونص كوباية من السمنة أي نوع، وبعد كده هاخدهم أسخنهم كويس جدا على النار لحد ما يقدحوا. يعني إيه يقدحوا؟ يعني يطلعوا معاكي دخان بسيط. وفي الوقت ده هجيب نص كوباية من المية الدافية، هحط فيها معلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الخميرة، وهقلبهم مع بعض واسيبهم على جنب لحد ما السمنة تقدح. في الوقت ده السمنة والزيت قدحوا على النار، هحطهم على طول على الدقيق، وبصوا بيعملوا فوران ازاي، هو ده اللي انا عايزاه. وبعد كده هشغل العجان وهبدأ أبس الدقيق بالسمنة والزيت. طب لو أنا ما عنديش عجان، هقلبها الأول بمعلقة خشب، وبعد كده هستنى على الدقيق لما يهدى خالص وابدأ أبس الدقيق بالسمنة بإيدي عادي جدا. بس خطوة البس دي مهمة علشان بتخلي القرص معايا هشة وناعمة وكمان مورقة من جوه. والخميرة كمان خمرت معايا، بحطها على طول على الدقيق، وكمان هضيف لهم معلقتين كبار من الزبادي ومعلقتين كبار من القشطة البلدي عشان تديني الطعم الفلاحي. وهعجنها بقى كويس جدا مع بعض لحد ما بتبقى عجينة طرية وما بتلزقش في الإيد ولا بتشقق. وفي الوقت ده أنا ما بسيبهاش تخمر وبشتغل فيها على طول. باخد بقى حتة وادخلها كده في بعض، وعايزة أعملها زي الكورة، فبدور فيها كده على الترابيزة، وبعدين بحطها على طول على الصاج وبفردها وبوططها بإيدي كده تبطيط بسيط، مش عايزاها لا رفيعة ولا تخينة. وبعد كده بخرمها بالشوكة من النص علشان مش عايزاها تترفع وتبقى شبه العيش. وهجيب شوية من القشطة متبقيين عندي، هحطها برضو على وشها كده عشان تديني ريحة الفلاحي، وبخلص كل الكمية. في الوقت ده بسيبها تخمر في مكانها كده. لو جو ساقع بسيبها تخمر حوالي نص ساعة، ولو الجو حر حوالي ربع ساعة بس. وبدخلها الفرن سخن على درجة حرارة 180، هتقعد معاكي حوالي ربع ساعة هتكون استوت. الكمية دي بتطلع معايا حوالي 20 واحدة من القرص، وبتطلع من الفرن ريحتها جايبة آخر الدنيا من الشمر واليانسون. القشطة كمان بتبقى عاطية لون حلو وطعم فلاحي فلاحي، طرية جدا وهشة ومورقة من البس اللي عملناه. تقدروا تاكلوها سادة بالجبنة، مربى، عسل، اللي تحبوه. وكمان ممكن بعد ما تبرد خالص تحطوها في الفريزر وبتقعد فترة طويلة، ولما تحتاجي تطلعيها تفك وتدفيها على خفيف وتاكلوها بالهنا والشفا. وبس كده. وأهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة. أنا أماني علي وأشوفكم على خير.